الحلو بتاعنا النهارده سهل وسريع وبسيط قوي. هتدخلي المطبخ مش هياخد منك وقت خالص. بنشتروه من بره غالي قوي. لكن سهل وان شاء الله مكوناته كلها هتكون موجوده في البيت. طالعين من رمضان عندنا جوز هند كتير، مش عارفه تستخدميه في ايه وممكن تسيبيه للسنه الجايه. هنعمل النهارده البوانتي بطريقه سهله قوي. ان شاء الله مكوناتها كلها هتكون موجوده في البيت. هعمل منها شكلين. الشكل اللي انت بتجيبيه من بره المطول، وفي منها المدور. هنعملوها ازاي بطريقة سهلة قوي، مش هتاخد منك وقت، وولادك كمان هيحبوها. اهم حاجة ما تنسيش اللايك، وتسيبي لي كومنت حلو، وتشتركي في القناة علشان يوصلك كل جديد. هنسمي الله وهنصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الكوباية اللي هتعايري بيها هي اللي هتعايري بيها كل المقادير اللي عندك. الكوباية المعيارية هاخد بيها كوباية سكر. كوباية سكر واحدة هتحطيها. جوز الهند بتاعك لو خشن شوية هتضربيه في الكبة زي ما عملت كده بالظبط. اللي كان عندي كان خشن، ضربته في الكبة طحنة صغيرة كده لحد ما ينعم زي ما انت شايفاه. هحط كوبايتين ونص، يبقى كوباية سكر اخدت كوبايتين ونص، معلقة فانيليا، وكمان كوباية حليب. بس كده، هي دي المقادير. هولع بقى البوتاجاز. كل ده قلبته قبل ما اولع البوتاجاز خالص، وبعد كده ولعت البوتاجاز وهقلبه لحد ما يندمج والسكر يسيح خالص، ويديك اللون اللي انت شايفاه كده. هو مش بياخد لون ولا حاجه، انت مجرد ما تحسي ان هو سخن قوي والسكر كمان داب، خلاص كده هترفعيه من على النار. صينيه مربعه هتحطيها، وهتحطي في قلبها كيس، وهتفرديه اي كيس تلاجة موجود عندك او استريتش راب، وهتبداي تفرديه عليه. زي ما قلتلك هعمل منها نوعين. هاخد جزء كده اعمل منها المدور. ونصيحة مني اعملي المدورة سهلة قوي في كل حاجة، وانتي بتحطي فيها الشوكولاتة او وانتي بتزي يعني بتلفيها بتكون سهلة قوي، وكمان بتكون شكلها حلو. بدأت كده قسمتها لجزئين. ليه حطيتها في الصينية وبفردها؟ مش علشان حاجة، علشان وانتي بتقسميها دلوقتي بالسكينة تديكي كلها مقاس واحد. هغطيها بستريتش تاني وهحطها في التلاجة لمدة ربع ساعة. هنحضر بعد كده الشوكولاته. معايا حوالي 250 من الشوكولاته. هحطها على بخار ميه. حطيت حله، لما الميه غلت خالص حطيت البوله، وبعد كده نزلت بالشوكولاته. عندك ميكروويف ممكن تدخليها الميكروويف. هقلب زي ما انت شايفه كده. مجرد ما احس ان هي خلاص يعني شفتي المرحله دي، هي دي بالظبط كده. اول ما احس ان هي خلاص ساحت هطفي عليها على طول، وهشيلها وهقلبها. وانت بتقلبيها هتلاقيها دابت كويس. طب هي تقيلة كده، ايه اللي هيخليها تفك وتخليها خفيفة؟ هتحطي زيت. بعد ما هقلبها كويس واخلي كله يندمج مع بعضه، هنزل بمعلقتين زيت. هحط معلقة معلقة علشان ما تخفش، يعني ما تنزليش بيه مرة واحدة. هقلب زي ما انت شايفة كده بالظبط لحد ما ياخد القوام اللي انا عاوزاه. اخدت معايا حوالي معلقتين من الزيت. اهم مرحلة هنا ان انت تصفيها. ممكن يكون في حتة يعني تكتلات بسيطة ولا حاجة، او حتة ما دابتش كويس من الشوكولاتة، فانت صفيها. والقوام ده مظبوط قوي علشان يديكي الشكل اللي انت هتشوفيه. لو حطيتي زيت كتير هتبقى خفيفة، ومش هتبقى الشوكولاتة سميكة كده، هتكون خفيفة. وكمان جوز الهند هتبان. فالقوام ده مظبوط. خدي بالك وانت بتعمليها، لان يعني تكة واحدة بس وممكن تخف منك. بعد كده هقسمها زي ما قلتلك. بقسمها علشان يعني كلها تطلع بس سوا واحد. هبدأ اخد القطعة كده وهشكلها. وانتي بتاخديها اضغطيها ضغطة جامدة علشان يتماسك كله مع بعضه. هو هنا السكر هيخليه يتماسك من غير حاجة، فانتي اضغطي ضغطة كويسة كده، وحاولي تشكليها بايديكي زي ما بعملها كده بالظبط. ان شاء الله هتطلع كلها مقاس واحد. بقولك هنا المدورة اسهل بكتير هتاخديها. المهم ان انت بتضغطي بتخليها كلها تتماسك مع بعض، وبتلفيها كويس. المقادير كويسة ومظبوطة قوي. الحلو هتقومي تعمليه مش هياخد منك ثواني خالص. وانتي بتعمليها ما اخدتش مني يعني ساعة بالظبط. كله على بعضه ما اخدش مني ساعة، لانها سهلة ما بتحتاجش نار ولا اي حاجة. دي الكمية اللي عملتها. هبدأ انزلها في الشوكولاتة على طول. زي ما بعمل كده هتجيبي شوكة وهتشيليها. في حاجة هنا عملتها غلط، ما تعمليش كده. عندي الشبكة هنا عريضة قوي، فبدأت احطها على الشبكة. بدأت تنزل. يعني هي دلوقتي الشوكولاتة بتاخد وضعها. اخدت وضع الشبكة، ما بقتش مدورة. انت طلعيها على اي طبق عادي وحطيها خالص، مش شرط تعمليها زي ما عملتها كده.
في شبك تاني بيكون يعني مربع كده او مربعات صغيرة ممكن تحطيه، لكن الشبكة دي يعني القاعدة بس هي اللي خلت مش حلوة، لكن كله اتداوى ان شاء الله. ببدأ بعد ما بشكلها بصي بالسكينة كده بنبدأ نعمل اشكال بسيطة زي اللي بتجيبيها من المحل من بره، لكن طبعا اكيد في مكان او في حاجات بتعمليها بيها. لكن يعني بنبدأ كده نشكلوها بالسكينة بتاخد الوضع، بس سيبيها تهدى شوية او تتماسك شوية، وبعد كده اعمليها بالسكينة زي ما عملتها. هخلص الكمية كلها وهدخلها التلاجة لمدة ربع ساعة او 10 دقايق، وممكن لو انت عاوزة تسيبيها وعندك وقت سيبيها على الرخامة، هتنشف وهتتماسك وهتكون بالشكل ده. كان عندي الاطباق الجاهزة دي، كنت جايبة حاجة من بره وكانت موجودة فاحتفظت بيها، يعني الحاجات دي بنحتاجوها بعد كده لما بتكوني بتعملي حاجة حلوة. وده كان شكلها، كان طعمها حلو وكانت سهلة قوي، هتعجبك وهتعجب ولادك. ما تشتريهاش من بره تاني وهي غالية كده. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم ويكون بسيط كده وسهل. ما تنسينيش باللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله على خير، مع الف سلامة.